زوار موقع ناظور سيتي، مرحبا بكم من جديد في مهرجان الصناعة التقليدي بمدينة ناظور. هذا المهرجان الذي يحل علينا ضيف على مدينة ناظور نستضيف من خلاله مشاركة أتتنا من قبيلة ايتوزين عمالة تريوش اللي هي وهيبة العزتي. وهيبة مرحبا بك. وهيبة معروفة في التقاليد الريف، كنا تعرف الجمهور من حنايا من غام هراميزي تشارك ذلك في المهرجان الصناعي. اولا شويه العزتي تسولت الخلود ايجار مواد الخلود ايجار مواد في تسولت نسبيه 100%. المنتوج مخ تركز الطرف متركز في المنتوج في الاعمال اليدويه، انتج تكون يعني تنتج مجموعه مرارين ديال المنايا تنجيري مخ دي ايجار مواد ناخذ خبر إجراء النشاط اللي جعله والكيشة جمعية اللي جانتك منوية اليوم إيران جمعية الموندايت عاوتاني نكمل خمية كيف شاركت المشاكل أول مرة تشارك في المهرجانات أو مش المشاركة؟ لا أول مرة نشارك في المهرجانات ديال النظام. نلقى قبل نلقى معرض الشيء النظمي الجمعية هي غاف إيجار مواد صافي، وكانت يعني ثاني مشاركة وهي أول مشاركة للمهرجان. من تتمنى الزوار النظر، الزوار الدري والزوار الناري، الزوار المغربي بصفة عامة شي الكلمة مباشرة الكلمة سيدي مخ إمار ويرخي التران ويرخي الحسان سيدي مخ يعني السنم إيجار مواد وستيتي مخدي المسؤولين دار نتايني شوية إيجار مواد ويفسمونين أرجن فوت باش تياطم ما خالد إن شاء الله. شكرا أستاذة وهيبة العزتي، شكرا لك وناظور سيتي. بعد الصناعة التقليدية بالريف ايتوزين تريوش ننتقل بكم إلى مشارك آخر أتانا من مدينة تطوان. الصناعة التقليدية أيضا باليدين عبارة عن طرز والحلبة كما يسمونها المشاركين. هنا معنا الأستاذ والمشارك سي مصطفى. مرحبا بك سي مصطفى عن جمعية الغزالي للتنمية مدينة تطوان. مرحبا بك سي مصطفى. سي مصطفى شنو كتعدلوا نتوما هنايا بالنسبة للمنتوجات اللي مشاركين بها هنايا؟ العالم القراري كان الناس قرارين لكن تسوقوا لهم هذا. نعم تسوقوا لهم هذا الشيء ديالهم تاع هادشي باليد دا السي مصطفى؟ الشيء باليد كيكون هذا كيكذب وهذا عاود من اذا كانت المرمى ديالهم ديال الناس نعم. تقدر تحملنا شي واحد نشوفوه كذا بس تورينا هكا؟ هذا الإصدار ديال مازال نفس باقي المرمى ديالهم اللي باقي شي حاجه اللي باقي اصيله باقي عاد مازال ما حليتهمش مازال ما سوقتهمش عاد. اللي كتبغي شي واحد تقدر تقطع لهم ان شاء الله تكون تسوق. وبالنسبه لشت هذوك البنات هذوك عاوتاني كذلك حتى هما باليد خيطه باليد هذوك الطرز الفاسي هذاك حتى هو كتعطيو الناس ديال الباديه باش هو يخدموا. هذا العلبه ديالو هي رئيسه الجمعيه. نعم تحاول تقربنا عنده شويه. الزوجه ديالك هي رئيسه الجمعيه. هي رئيسه الجمعيه نتاع الطرز الفاسي اللي كتشرفوا على هذا الطرز هذا. نعم هذا كذلك الشيء اللي نعطيه هما كذلك كتشاركوا بهم. هي داويه. نعم هذاك الشيء بليد. شاركتوا في شي مهرجانات يا سي مصطفى؟ نعم العيون وجدة العام اللي فات. نعم وهنايا مارتشيكا نعم نعم دابا حاليا دابا مدينة ناظور تطوان أصوات نسائية شي مهرجان. نعم الزوجة ديالكم مشات لتطوان حتى جات لنا الناظور هنايا. هي تما تطوان. نعم مع الجمعيات المشاركين في مكان الجمعيات. انت شنو كتمنى بالنسبة للزوار ديالكم شنو كتقول لهم من خلال الكاميرا ديالنا ناظور؟ شي كلمة ليك ليهم واش كترحب بهم؟ كنرحب بهم وحنايا فرحانين بهذا الشيء. هادشي اللي كتنظموا هاد الجمعية. واش كتمناو ان شاء الله تزوروا شي مدينة ناظور مرة أخرى؟ مرة أخرى ومرة ثانية هما رحبوا بنا. نعم
سي مصطفى كنشكرك حتى حنايا باسمنا وباسم الطاقم ديال ناظور سيدي انتشار في هذا الريبورتاج، وكنضربوا لكم موعد ان شاء الله في الحلقات المقبله او المهرجانات المقبله ان شاء الله. غادي نشاركوا المهرجان اللي كاين واحد المهرجان اخر ان شاء الله. هي عاود نشاركوا ان شاء الله. شكرا سي مصطفى ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. بارك الله. معنا مشاركان جاؤنا من مدينه بعيده عن مدينه ناظور، مدينه امازيغيه 100% معروفه باركان واملو وكل مشتقاته. معنا سي عبد المجيد وسي طارق، مرحبا بكم في مدينه ناظور. نبداو بك سي عبد المجيد. سي عبد المجيد، شنو كتحاولوا تسوقوا هنا في مدينه ناظور في هذا المهرجان الكبير؟ انا جبنا هنايا املو سميتو زيت اركان، زيت املو والعسليه. نعم. هذه منتوجات طبيعيه 100%. كنخدموها راسنا. نعم. عندنا حنا من مربي النحل، يعني حنا كنربيو النحل. نعم. كنقوموا بانتاج العسل الحر. يعني شوف كتداوي الفات، يعني حر 100%، ما فيش حاجه مصطنعه. نعم. بالنسبه لكم الطريق، واش كتشتغلوا على تعاونيات ولا جمعيات ولا شو كتشتغلوا؟ لا حنا بالنسبه لنا حنايا كنخدموا اكثر فرديا. انت سي عبد المجيد. انا سي عبد المجيد، ولكن كنفكروا ان شاء الله دابا ضروري يعني المشروع ديالكم توسع ولا كنسوق المنتوجات ديالنا الناس جل مناطق كانت على الماكله. اخترنا نديروا تعاونيه قانونيه باش نقوموا بتسويق المنتوج لابعد نقاط في المغرب ولما لا اوروبا كذلك، باش نعرفوا الناس المنتجات ديالنا من خلال هذه المنتوجات نعرفوا حتى المدينه ديالنا والتقاليد والمجتمع. سي عبد المجيد، وانت كتحاول تسوق الناس، قلتي كاين ديال الماكله وكاين ديال الدواء، ما فهمناش شنو كاين الفرق بيناتهم على حسب اركان كانت تاع الماكله، كانت ناكلوها الخبز سميتو في الفطور ولا الكفته، وكانت ثاني تاع الكوسميتيك، كان هذاك تاع الكوسميتيك كنت لنا شي حاجه توري الصور. هذا ديال من؟ هذا تاع الماكله. هذا ديال الماكله. تقدروا تسلكوا في جميع الموجودات المغربيه. شلاضه طاشين ديال الدواء برا. هذا خاص يقول شلاضه الشعر. هذا ديال تدوي تقدروا يدهنوا به، تقدروا الشعر وجهك كلشي هذا ما تنقدروش في الطحين. هذا كندخلوا الزريعه ديالي باش الزريعه كنشدوها في الماشين ديالي. قال لي سي طارق ملي كتسوق حتى العسل الحر. لا العسل كنشدوها عام 40. هذيك الفرعيه ديال العسل. كاين تاع كان على حسب الميتة، على حسب 20 الجواره تاعها. كاين الخموس، كاين الزعتر، كاين الليمون، كاين العسل. طبعا الانواع. بالنسبه لك انت سي عبد المجيد، بزاف انت في هذه المهنه هذه تاع العسل والاركان وهذا الشيء، ولا عاد كيف بديتوا في الطريق؟ لا واني ما الطفوله تاعنا. الطفوله يعني هذا الشيء كبرتوا عليه الاجداد. ماشي مع الوالدين بعدا هما اللي ربونا على هذا الشيء، ماشي الوالدين. شي كلمه للجمهور ديالنا العدد من خلال العدد ديالنا ديال ناظور سيتي، اش يمكن تقولوا للجمهور ديال ناظور والتدريب كامل في المغرب كامل؟ كنخدموا التشكرات ديالنا للناس ديال ناظور، المسؤولين ديال ناظور كاملين، كنقول لهم شكرا على الاستضافه ديالكم لينا، وكنتمنوا ان شاء الله يبقى هذا التعارف وهذا التبادل ديال المنتوجات والخيرات بيناتنا وبين جميع المدن المغربيه، ونتمنوا تبقى هذه الاستمراريه باش تكونوا المنتوجات المغربيه في اعلى قيمه ويكونوا باعلى درجه واعلى جوده ان شاء الله، باش نبقاو عايشين في المغرب في واحد البصمه بالنسبه للمغاربه في البصمه ديالهم في المنتوجات ديالهم ان شاء الله. يلا نخليكم ونشوف لكم التوفيق ان شاء الله. مصطفى وسطى بارك الله فيكم. صحتي بالرسم. بارك الله فيك.
زوار موقع ناظور سيتي، مرحبا بكم في رابع ربطات هنا في المعرض ديال الصناعه التقليديه اللي كنديروا في مدينه الناظور. معنا واحد الزائر اللي جانا من مدينه الرباط، سي محمد. مرحبا بك عند ناظور سيتي، مرحبا بك في مدينه الناظور. واش يمكن لك تقدم لنا اليوم باش المنتوج اللي كتشارك فيه في مدينه الناظور؟ احنا كنبيعوا الابره وكنبيعوا لي طابلو وكنفرحوا الناس كيفاش يخدموا بها. نعم. هذه الابره شفنا المرات كيديروا اي شكل حاولت الكاميرا باش على شرط اي شكل عجبك. طريقه الاستعمال سيدي انت كتربي الابره في الختان وتديرها وكتبدا واحده على وحده وهي كتحمر راسها بحال كينا. نعم. وكتبقى تعمر ضربه حدا ضربه ما تخليش الفراغ واحده على وحده. دابا هذا باش كنخدم هذا راه غير ظهر الخدمه. الانجاز ديال الخدمه هو اللي مجا الفرق. انا غادي نزيد نعمر شويه ونقلب نوريك النموذج الثاني ونوريك كيفاش كيتحط الابره. فهمتي؟ هذا ظهر الخدمه. هذا الوجه الثاني، هذا هو الوجه الثاني، هذا هو الوجه الحقيقي ديال الطرز. من بعد كتدخل واحد المرحله اخرى. كنخدموا كنخرج هنا مصوب بحال الفطار. من بعد كنشدوا المقص كنديروا عمليه الكونسي، كنحيدوا له كاين البوكل باش كيعطي لنا هذه المبره هذه البلوك المبره. نعم. سي محمد، هنا كنلاحظ بك انك كتخدم، كنشوف واحد الابره اللي خاصه يعني ما كتواجه ما كتواجهش في المغرب هنا. هذه ابره سبيسيال، هذه كان سبيسيال في وسط الغزال. منين كتجي باي دوله هذه كتجي؟ من تركيا. من مدينه تركيا. دوله تركيا. دوله تركيا كتجي. حتى المدينه باش كتبيعوها؟ حنا كنبيعوها ب 20 درهم، ثمن رمزي، ثمن مناسب لجميع المواطنين. واش كاين اقبال على هذا الطرز؟ كاين اقبال للناس العشاقه، كاين اقبال للصناعيات موجود الحمد لله، يعني كاين اقبال الحمد لله. شي كلمه للجمهور الناظوري والجمهور المغربي اللي تيتابعك ناظور سيتي؟ الجمهور المغربي والجمهور بالخصوص الناظوري كنشجعوهم باش يقبلوا على هذه الصناعه هذه، ولو يخدموا غير ساعه في الاسبوع في دارهم، بحال دابا البنت ولا المراه اللي كتبقى جالسه وكتضيع الفراغ ديالها في شي حوايج اللي هذا، يعني اللهم تضيعهم في الصناعه التقليديه وكتستافد لراسها وتستافد لمولين دارها وتعمر الفراغ ديالها في نفس الوقت. وكنتمناو باش يكونوا يزورونا في هذا المعرض اللي كنتكلوا فيه لاول مره، ومرحبا بالزوار الكرام ديال المعرض. نعم، شكرا سي محمد. حنا دورنا كنشكروك ونتمنى بالتوفيق ان شاء الله وبارك الله فيك. معنا مشاركه اخرى زوار ناظور سيتي، معنا مشاركه اللي هي نادي المريني ابنه مدينه الناظور اللي هي كتشتغل في السيراميك نتاع اللوحات وعلى الثوب وعلى الدجاج كذلك وعلى الحجر، ربما الكوكياج الحصى نتاع البحر تا هو كتشتغل عليه. لا مرحبا بك. مرحبا بك. تحاولي تعرفي الجمهور والزوار ديالنا على ما كتقدمي وما كتشاركي به هنا في المهرجان الصناعه التقليديه مدينه الناظور. السلام عليكم. معكم نادية المريني، أستاذة الصناعة التقليدية، أستاذة التدرج المهني. كنعلم هذا المنتوج هذا اللي هو ديال السيراميك والصباغة على الثوب وعلى الزجاج و3 ديمونسيون والصانيو وجميع الحرف الأعمال اليدوية اللي هو الطرز اليد والطرز اللاصو، بزاف ديال أنواع الخدمة جداد. واللي آخر المنتوج ديالي هو ديال الصوفا، هذا هو الجديد ديالي، والحمد لله هذا واحد الإقبال بخير، وكنتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. نعم. لا الناديه واش هذه اول مشاركه كتشاركي في مهرجان، في شي مهرجان وطني ولا شي حاجه؟ ولا ديجا شاركتي؟ معرض ليا مع الصناع التقليديين. نعم. هذا اللي معرض اللي كنشارك فيه، والحمد لله زعما كاين اقبال، كاين اقبال والناس كيشريو المنتوج ديالنا. نعم. زعما كلشي بخير الحمد لله. بالنسبه نعم، بالنسبه لي كتشوفوا الزياره الملكيه لنا فوقاش هذيك في الدار الام يمكن؟ هذيك في الدار الام دابا 4 سنين هذه. نعم. بس الحمد لله الاقبال مزيان، وكان الاعجاب ديال المنتوج ديالي. نعم. ما كانش يمكن؟ لا ما كانوش، هادو جداد. هادو جداد. هذا غير البارح خدمته في الليل. تقدر تقرب عندهم شويه باش نشوفوا باش كتخدميهم؟ هادو ديال الصوفا. نعم. يعني خدمت هنايا كل مع الرمز الامازيغي، وهنايا اكيد رمز الامازيغي حرف تيفينا حرف زايد. نعم. وهنايا ريحه وحدها طبق اللي هو فيه ذاك الكولا، ولكن على شكل طحون. وانا ما بديتش يعني حاولتي تدخلي فيه يعني الطابع العصري بالنسبه للاخر ديالو، دمجي فيه باش هذاك الشيء صوره. داكشي اللي كاين. وهنايا خدمت العلم. نعم، الرايه المغربيه. مخدومه بالصوفه بعد الثاني. اكيد. وهنايا نفس الشيء الطريقه ديال التقنيه الصوفا. نعم. وهنا غير موضوع جديد هذا كتخدم على الثوب، الثوب كتقطع عاد كنخدمو هنايا. هنا اكيد السيراميك والصباغه على الاساج ونفس الشيء الطريقه، ونفس الطريقه ديال الطبيعه. هذه جديده منتوج جديد والطرز الفاسي. وعندي هنايا صوفه ديال الانتيك. نفس الشيء صباغه على الثوب، صوفه جديده للصوفه. وهذا الشيء
الضربيه الصغيره واللي هي دوره. نعم. انتاج جديد هذا. يعني الذي خرجت من الصناعه التقليديه، يعني لواحد الحاجه اللي عصريه اللي حاولتي ترسمي لها ربما لوحات تشكيليه. والبيراميد. نعم. والمنتوجات الفريد حاولت ما امكن انني نرجع زي الامازيغي القديم. نعم. يعني وبعد المواد الامازيغيه القديمه زعما. هذاك الشيء اللي كاين باغي نحييه باش يكون حي ما يبقاش كيف كان، يعني نعم. الترما وما كنفكروش فيه. وهذا هو كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديال الجميع. نعم. ومرحبا بكم. استاذه ناديه، واحد الكلمه، ربما انت من مدينه الناظور، الجمهور الناظوري ربما بغى يسمعك بالامازيغيه وبالريفيه، حاولي توجهي لهم واحد الكلمه وواحد الجمله، واحد الرساله مجبره من عبر قناه ناظور سيتي. تمني غير تومتينو تمازيغ ان شاء الله هذا يعجب مرة المنتوجينو. تمني غير مرة الاخواني كي يشاركن داني تزيد الدار البيضاء من طنجة للقويرة، تمني غير التوفيق ان شاء الله وفقا زيد غزات ديري ان شاء الله منتوجات ما احسن، ودائما غنغيري الجديد، وان شاء الله هنيري غنحسن الظن. شكرا. معنا مشارك اخر هنا بمدينه الناظور من رجال الصناعه التقليديه اللي هو سيسفاكس، الذي يهتم اكثر بالتراث الثقافي. هنا سيسفاكس، مرحبا بك في ناظور سيتي. أزولنا وتركني وقضية بيتنا وقضية سمتنا. أنا غيتفرجن عبر موقع ناظور سيتي وتقضي خنطة سنة خوتي إنسان باش تستغن فوت خيتمتنا غدي سمتنا تشاركن المعارض، سيرتو المعارض الصناعة التقليدية أن تتمان منتوج محلي وطني الصناعة التقليدية. نعم. استاذ سيفاكس، مين جيت تشارك النهارات منتوج اللي غون مشين لي مسقان اسكواس ويس 5 على التوالي، يعني اسكواس يرتقوا اسكواس يرفعوا النظام. نشارك في الغرفة الصناعة التقليدية لمدينة النظار، تسند يعني تبرات من طرف الرئيس هذا المندوب الأعضاء من غرفة الصناعة التقليدية لمدينة النظار، لحسن أن يمكن شي نتميز سجل ميزة كل اسكواس المعارض الصناعة التقليدية بما يخص المنتوج، الحوايج من التراث نتاع الريف يتجان 100%، وتجي المنتوج يتواصل معنا غيتوعاود طبيعي يعني كوبيا. لا المنتوج شنو نقول مثلا نمشي رجع وانيتا ورجع وانيتا يعني اوريجينال، يعني زعما يصنع يعني ويعاود شا قيمه من النسبه كاين زوانيتا نمشي نعزو خاص نويتي دانيتا باش نتقرب يتمتنا بيسمتنا ديني غاجا الغير في السنانسن وما تستناني ميتو غاسن دي مش حرويه غجود نسن حنا في نسن الجود. نعم. استاذ نفسي فاكس الكلمه يعني باش الفراز زي الموقع ناظور سيتي بالنسبه للجمهور والزوار يبغاو ان شاء الله يديروا. قبل غوش اخر كلمه هو مقصديني هو ان رواق مسقان ذنتا التراث نتاع الريف، وانت ديجن عباره زمانيني بين قوسين على شكل متحف. انا كورس كواس نحاول عميد المنايا باش نتقارب باش نيجي يودان يني ويستنشا حنجان يدي قعدن يجان نهار وغاسن، يعني ثقافه سنتي كلش خاصن شويه لي ظروف ان الوسائل الاعلام وتقارب شان يعني المبادرات التقريريه شويه زي منايا سوي نيزي كل اسبواس نحاول ما يمكن ان نخرق منايا نخرق الحدث ونيته باش نتقارب يودان باش على الاقل بعدا هذه سمتيلي شويه الغيره ان مرات كان غايج 10 دي 100 ان الحفظ نفس سنه غنغيج نكسر النظام قران ونقارو ان سيتيما ان مره جيني يتكمل الشأن الثقافي ديال الريف، سواء دي الموسيقى سواء دي الشعر سواء دي المسرح سواء دي التراث سواء دي مره الميادين، ولكن السنه نفس السنه تعرفش نقطع عاد بيارج قطع الطريق ان تحتاج عاد مثل خدمه تحتاج يفسن تحتاج سيغي يفسن زبيولان المثقفين المهتمين ان هذوك الشنتينيت دارنتينيت التيمن في السنوات الثقافيه يزيد يتميز ان يا الريف يزيد يتميز ايدو مغربي.
والسيتي ما قلنا مثلا رسمتنا غير تولا نلعب الموقع نادور سيتي تري استدوني كيما غير مومنتو الصباح نجمو كودي الصباح ازول اقدو مار شكرا استفاك السين تكاريش ان شاء الله عمرنا نسمع شكرا ان شاء الله قداش تروح اسهم لا معليش سي مصطفى مرحبا بك معنا. بغينا نسولك شويه على المعرض الجهوي ديال الصناعه التقليديه اللي كاينه في الناظور. واش اول مره كتحضر لهنا ولا سبق لك حضرت هنا؟ لا اول مره كنشارك في المعرض الجهوي ديال مدينه الناظور. الصراحه ما كانش غير هي المشاركه كانت كتكون لنا التنظيم. دابا هو اللي كيجي التنظيمات ديال المعارض كتكون تقريبا في نفس الوقت كيديروها يعني ما كاينش داك الديكالاج بين المدينه والمدينه بين مع التنظيمات ديال المغرب. يعني الوزاره ملي كتفرض كتبغي عليك شهر 8 خطره وحده ما كتلقاش فيها انك تقدر يعني كتعطي امتيازات للمدينه ديالك هي الاولى. مدينه خنيفره والجهوي كان لنا عندنا خنيفره عندنا ميدال عندنا النواحي كامل ديال جهه التكفيلات بحيث التكفيلات. دابا رجعت الجهه لبني ملال كتحاول تلعب على اقرب المسافه اللي كتقدر تلعب عليها المدينه على حساب السيار ترونسبور امكانيات اللي كتكون. هذا هو اللي كتحاول تلعب على الاقرب. النظره والتجربه خديناها الحمد لله. كان التنظيم في الحقيقه ممتاز رائع. هو اللي ناقص في هذه المدينه في رايي في النظر يعني مشى شويه بعيد على المدينه واقيلا. يعني كان خص يكون شويه قريب في وسط المدينه وسط قرب المواطنين. كاين الناس الوسطاء بحال هكذا اللي ما يقدروش امكانيات باش يقدروا يوصلوا لهنا ولا شي حاجه. نتمناو من المسؤولين ربما مره اخرى يغيروا النظر ويفكروا في التغيير ديال المكان ديال التنظيم. بغيت نسولك السي مصطفى اشنو هي الحاجه اللي خلاتك انك تختار الناظور تجي تعرض فيها المنتوجات ديالك؟ الحاجه ديال الناظور الفكره اللي كتكون دائما على الناظور ان كاين بوابه ديال المغرب كما نقولوا بحال ديال اسبانيا والمغرب بحال هكذا. كاين الفكره اللي عندنا حنا كاين ناس عندهم امكانيات قدرات شرائيه بحال هكذا اللي كنقدروا بحال هكذا. ثانيا فكره الفخار بعيد بزاف من المنطقه ديالنا بحال هكذا. خصنا نقربوا الفخار للمدينه اللي ما فيهاش اللي بعيد عليها ما كاينش هذا المنتوج هذا بعيد عليها. بغينا نقربوا للمواطن حتى هما ويشوفوا الحوايج اللي ما يقدروش الناس اللي ما شافوش. كاين شي حاجه جديده الناس اللي مازال ما عرفوش واش منتوج محلي ولا منتوج كيفاش الشينواج. ولكن انت اللي كتقرب المواطن بحال هكا الناس اللي ما عارفه راه كتعرف راه كاين شي حوايج في المغرب اللي حتى كاين امكانيات قدرات قويه عند الصانع المغربي واللي عنده راه فنيات دابا تزاد في هذا الوقت. راك شفتوا الحاله اللي اي حاجه اللي كتشوفها هنا راه تقدر تحسب لي راه شينوا. ولكن راه حتى العامله ما خصهاش تحقق المغربيه بحال هكا ديك الصانع المغربي. الحمد لله راه كاين تقدم وكاين تطور وكاين ابتكار كاين فنيات داخله بحال هكذا. الانسان ما خصوش يبقى يشوف دائما الشينوا. سي مصطفى بغيت نسولك انت دابا جيتي هنا باش تحضر باش تشارك في المعرض. واش كيف كان الاقبال ديال المواطنين في الناظور؟ كان شي اقبال؟ واش استطعتي انه تروج وتسوق المنتوج ديالك هنا في الناظور؟ وهي كبدايه مازال ربما المعرض مازال ما عطيناش انا كان بحال المواطنين مازال ما عندهمش حتى نعرفها شويه ديال الاشعاع يقولوا بعدا الاشعاع على هذا المعرض باش يعرفوه الناس فين كاين ولا شي حاجه. هذا هو لان كاين البعد ديال التنظيم ديال المكان اللي تعرض فيه اللي تنظم فيه المعرض كان يكون اقرب للمدينه. واش المواطن باش لان المواطن كيرجعوا للجرده مع يخرجوا للجرده المدينه حدا المركب حدا دار الشباب. يعني هنا البحر قليل اللي كيجي ليه اصحاب السيارات. اصحاب السيارات ربما ما كافيناش. حنا السيارات ديالنا كيجيو غير يتمتعوا ويمشيو بحالاتهم. وحنا بغينا نلعبوا معاه شويه مع المواطن الشعبي. يعني المواطن اللي حتى هو خصو ياخذ حقه. هو اللي ياخذ حقه راه ماشي هنا هاد مول السياره اللي كيجينا راه كيتسالى اي بلاصه المغرب ولا شي حاجه اخرى. حنا بغينا نشوف نتواصلوا مع المواطنين الشعبيين البسطاء
والبسطاء كيكونوا وسط المدينه ماشي على الشواطئ ولا شي حاجه، ولا هي فكره مزيانه على العموم. هذا هو اللي يقدر نقول. بالنسبه للمبيعات اللي قبل بحال هكذا، قبل راه الانسان اللي يقدر يوصل راه كتكون كيبقاو ديال ربما ما عرفناش مازال فهمناش. هذا هو. مصطفى شكرا على التوضيحات. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اسم شعاع فاطمه خارج من تعاونيه التسييرات دي جعده. التعاونيه يا الحمد لله نخدم دايس كلشي، نسيت بين التغطيات السيراميك الاعمال اليدويه حسب السؤال النشل تسنديودان غزان بين الرواش الحمد لله. منيني بالنسبه للتنظيم والمعرض الجهوي، يعني اين كنظم ما تكونش العمل ما نيشان تعامل الصباح ما نيشان التسهيلات قدام النوم شداني كذا. لا الحمد لله تعاوننا ناخذ غزانا ناخذ كاينه كاين الحوايج تتفان تنظيم غاي الصباح والسياره رئيس الدقه كاينه غيتخطي انا مقال مليح ملا وراه حتى الجاليات ملي دوزينا الزيدة البيضاء وعد الجين تاع المعامله الصباح يتخطي كلشي. بالنسبه للحوايج اذا تعرضنا ذلك هو مثلا شنو غنتكان النقش ديال الزاج دوينات غنتكان العقيق كذلك ما غاديش الاقبال ما يوزن تسم الصغان خزان سوا من غامداني عام شويت ينقص ملايين ورجع مع مني يعدون مع مني يعدون وغنخدم امنها ام تجيب. من السبب؟ ايوا السبب حسب احرقني وقع عندي سيفير مارشي تواليدي وذن واحد المنشا كلشي تعاونني نيت وغادي خويني واثقين بو العمله اللي تسمش تغتسل باش خويا نقاس ملايين اذا واخا تسل كان في الحقيقه الاكثر يمين من ذلك حاجتي ياخذ حاش داخل مثلا شحال طريقه تواقع؟ ايوا نغزا نبدا 100 درهم سودة 100 درهم سودة يعني قليلي ديني وذاني استغنت حاجت اتيري تعجباتني ديري ديجي الاعجاب الصباح بشكل شنو فاطمه خو يعني شنو تشارك تقريبا ديال الدورات المعرضه يعني كمل واه شنو ما مش توارد ما مش تمني المعرضه ما مش تقصد هذه دور السكساوي. ايوا تمني ان شاء الله هاتيري كل عام هاتيري حسن ذي عام زون نغنيه و تمني ان شاء الله عامي ديكوانا تيري زعما النهضه تيري الصباح تيري وذن زعما تاسن الاكثريه تحب النهضه على ضد كنشاه ودي تفهم الاكثريه تسمع غاي وذن لين برا وذن الداخليه تحب الخارج ولكن وذن النغي وغنغدو فين خاح وخايني اني غنغي كي نخدم ندير التعاونيه تحرمي المهم العائله دمانيه عاد واحد مغرقه الزغاي وذن الخارج وذن الداخل قليل وذن النظر. What